السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض تورتايه بسبونش بيتي بعد غياب طويل. بقى حبيت كده اصالحكم وارجع لكم كده بحاجه جميله تعجبكم ان شاء الله. هنعمل سبونش بيتي بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهنعمل احلى تورتايه النهارده بكل المقادير والمكونات، وهنكتب كل حاجه في صندوق الوصف. نقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه معايا كده 5 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وهنحتاج معلقه صغيره من الفانيليا، سواء بودرة أو سايلة، بس الأفضل تكون السايلة. ومعايا 200 جرام سكر اللي هو المج الشاي الكبير ناقص 2 سنتي. معايا 36 جرام من النشا يعني معلقتين كبار، ومعايا 45 جرام من محسن الجل، وده أهم حاجة معانا في الوصفة، في خصوصا في الاسبونج البيتي. هنحتاج يعني 45 جرام يعني معلقتين كبار، معلقة صغيرة خل، ومعلقة صغيرة كيك شيف الأفضل من الكيك باودر، بيكنج باودر. معايا كده 250 جرام من الدقيق المنخول 3 4 مرات، حلو جدا. ومعايا اخر حاجه نص كوبايه ميه ساقعه جدا. هنحط كل المكونات مع بعض ونضرب. طبعا انا هعمل في العجان بتاعي، فهحط المكونات كلها على بعض. مش عندك العجان هتضربي بمضرب كهرباء، يبقى هنحط المقادير واحده واحده. البيض مع السكر مع الفانيليا، وبعدين ننزل بالميه والنشا، ونحط المحسن بتاع الجل، وبعدين نحط معلقه صغيره من كيك شيف زي ما قلنا، معلقه صغيره كيك شيف ومعلقه خل. يعني ايه، هنحط المقادير واحده واحده. هنا كده هنسيب الخليط بتاعنا يتضرب في العجان كويس جدا، ونجيب الصاج ده انا كنت شارياه للتورت اصلا من مصر مخصوص، وجبته معايا وانا جايه. كنت جايباه تقريبا ب45 جنيه، معرفش دلوقتي بقى بكام. وكنت جايبه كمان ورق زبده اللي هو ورق السندوتشات دوت، حلو قوي وبيفرط معانا كتير جدا، وكمان بيرمي معاكي كميه حلوه. موجود منه في السعودية هنا المغلف كده، في كمية حلوة برضو ب5 ريال للبنات اللي معايا هنا. وبعد كده هنقلب الخليط بتاعنا عشان نتأكد ان كله ضرب كويس، ونرجع تاني نضربه تاني. تمام. عايزة اقول لكم ان ده القوام اللي انا عايزاه التقيل ده كده يبقى الاسبونج بتاعك ناجح جدا لو وصل للقوام ده. لكن زي ما قلنا الاسبونج في العجان بتضرب 10 دقايق، الاسبونج بالمضرب الكهربائي حوالي 15 دقيقة. هنا هنحط الخليط بتاعنا ونكون مسخنين الفرن على اعلى درجة، ونحط الصاج بتاعنا بعد ما نساوي الخليط كله بالسكرابر بتاعنا او باي مسطرة عندك، اللي هي الحديد ديت المخصصة طبعا للحلويات، تعمليها للحلويات يعني، ما تستعمليهاش في اي حاجة تانية. هنظبط الخليط بتاعنا كده ونحاول ان احنا نسويه في الصاج. طيب لو انت مش عندك صاج وعايزة تعمليه في صينية، هتحطيها في صينية مقاس 24 او 26 او 25. تمام. انا بعمل بالصاج، لان انا عندي مشكله في الفرن بيهبط لي الكيك، لكن لما بعمل في الصاج مش بيهبط لي الكيك. والبنات برضو اللي بتشتكي ان البوتاجاز بتاعها بيهبط الكيك منهم، يعني الصاج ده بيتهيألي هيبقى مناسب ليكم جدا. هنا كده الخليط قعد حوالي الاسبونج بتاعي قعد في الفرن 12 دقيقة تقريبا. واول ما خرج كده حطيت عليه ورقة زبدة عشان الوش يتشال في ورق الزبدة، وغطيت عليه فوطة، ونجهز الكريم شانتيه بتاعنا. معايا هنا كوبايتين من الكريم شانتيه بتاعي. حطيت معلقتين بودرة، معلقة من كريم باستري حلو جدا، بيخلي الكريمة بتاعتي قوية وغنية. لو انتي الكريم شانتيه بتاعك فيه سكر زي اللي انا عاملة بيه ده، خلاص هنحط كده مش هنحط سكر الاول. لكن لو انتي الكريمة بتاعتك من غير سكر، هنضرب الاول المية بالسكر، وبعدين ننزل بالكريمة بتاعتنا الكريم شانتيه، وبعدين نضرب برضو. بس لازم نزود معلقتين من الحليب البودر، وبعدين نحط معلقة من كريم باستري، بيخلي الكريم شانتيه غني جدا وطعمه حلو. يعني مش هتحس ان انت بتاكلي كريمة عادية كده وخلاص. تمام. الطعم اللي هو بيبقى زي المحلات بالظبط ده، بيستعملوا كريم شانتيه مع كريمة لباني يا بنات. ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض تاني ونشوف النتيجة عاملة ازاي. طبعا انا عاملة صاج واحد وعايزة اعمل منه رخامة بقى، هي تورتاية واحدة وخلاص، مش هعمل اكتر من سبونج، فاهمين قصدي؟ فالسبونج طبعا الطبقة اللي في النص بيبقى بنعمل بيها الطبقة اللي هي ايه، المكسرة اللي مش مظبطة، بنحطها في النص وبنعمل بدل ما هعمل دورين مثلا طبقتين بعمله 3 كده. عملت مثلا 3 طبقات اهوت، وعملت كمان 3 كبات من بواقي الاسبونج، ما شاء الله فرط معايا حلو جدا.
هنا كده الكريم بتاعي اتضربتها طبعا بكوبايتين الا ربع ميه مثلجه. الكريم شانتيه بتاعي ده الجيلي الفراوله اللي احنا هنستعمله في الحشو وفي في الجناش برضو. وكمان معايا سيرب خفيف، ميه، كوبايه ميه، كوبايه سكر، وبنضربهم كلهم مع بعض يعني بنقلبهم ونحط عصره ليمون على البوتاجاز 5 دقايق بالظبط يغلوا ونطفي عليهم. هنا كده حطيت بقى اول طبقه معايا ونسقيها كده بالسيرب الخفيف بتاعنا. ممكن تسقي لبن بسكر بفانيليا، ممكن تسقي زي ما انا عامله كده، ممكن باي حاجه، اي مشروب عندك حلو. هنا كده بقى هنحط الكريم بتاعنا. ما شاء الله الكريمه بتاعتي ناعمه وجميله ومضروبه كويس جدا. حطينا كده طبقه من الكريمه وبعدين هنحط طبقه من الفراوله. طبعا الحشوات ديت يعني حاجه ترجع لك، انت حابه تحطي حشوات، حابه تحطي فراوله، حابه تحطي مكسرات، صوصات، اي حاجه اللي موجود عندك. مش حابه تحطي اكتر من الكريمه برضو مفيش اي مشكله، زي ما تحبي. هنا بقى كده عملت الطبقة اللي هي اللي في النص دي. طبعا طبيعي اي طبقة في النص كده طالما عندك حاجة مكسرة او مش مظبطة بنحطها في النص وخلاص مفيش اي مشكلة. معظم الشيفات واكبر الشيفات بيعملوا كده، مش انا بس يعني. بس هنحط بقى كده طبقة كمان من الكريم بعد ما سقيناها الاول بالسيرب، وبعدين نحط برضو طبقة كده من من الفراولة، فراولة مكعبات. وبعدين نحاول ان احنا نجلس عليها كده شوية من الكريمة علشان تمسك معايا، ما تبقاش عازل بين الطبقة اللي فوقيها. هنا كده ده جيلي فراولة انا شارياه من العابد، موجود في مصر اسمه جيلو، بيبقى اكياس كده. هنا كده حطينا الطبقة الأخيرة وسقيتها طبعا بالسيرب بتاعي، وهنحط طبقة من الكريمة بتاعتي ونحاول نجلس بقى طبقة كده خفيفة الأول على التورتاية، وبعدين ندخلها التلاجة تتماسك شوية، وبعدين نطلعها نجلس بقية التورتة. هنحط كده بس طبقة خفيفة. لو انتي متمكنة تقدري تحطي الكريمة كلها مرة واحدة وتجلسي مرة واحدة. لو انتي مش متمكنة او حاسة ان انتي اول مرة تعمليها تقدري تعملي طبقة خفيفة كده، علشان الفرولة اللي هي بتاعت الكيك ما تطلعش على الكريمة وتعمل حبيبات كده تبقى شكلها مش حلوة. هنحطها بس في التلاجة تنشف شوية كده تتماسك، ونشوف حاجة تانية نعملها على ما هي تتماسك معانا في التلاجة. خلاص كده بعد ما خرجت من التلاجة حطيت عليها طبقة من الكريمة، ومعايا مية سخنة زي ما انتم شايفين كده والسكرابر بتاعي، وبحاول ان انا اظبط التورتة بتاعتي من بره بالشكل ده. لازم مية سخنة ولازم السكرابر بتاعك يبقى سخن على اساس ان انت تقدري تجلسي التورتة بدون اي مشاكل، وبدون ما تبوظي شكلها من بره. نحاول نمسح حوالين التورته كده ونخليها نظيفه ما يبقاش عليها كريمه ولا حاجه. هنا كده جبت جيلو الفراوله، وبعدين حطيت على الاحرف كده، وهنفرده بالسكروبر بتاعنا بطريقه برضو لذيذه كده. انا جايباه الجيلو الفراوله ده يا بنات، انا جايباه من العابد ب 13 ريال. في كل انواع، في بالكريم، في بالكريم كراميل، في بالفراوله، وفي بالمانجا، وفي الابيض، وفي الشفاف. تمام. هنا كده بعد ما خرجنا بقى التورتايه من التلاجة، طبعا بعد ما اتمسكت شويه الكريمه مسكت شويه، عملنا بقى الجيل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كده بقى هنعمل دريبات كده حوالين التورته، دموع، او بمعنى اصح نقول عليها دموع. وبعدين نعمل هعمل ضفيرة كده بالكريمة. برضو الكريمة ديت كريم شانتيه عادي، بس حطيت له لون، نقطة كده من اللون الأحمر. برضو جايبة اللون ده من العابد. كل حاجة ما شاء الله موجودة عنده، حاجته حلوة جدا ونظيفة جدا جدا. والكريم باستري برضو بجيبه من عنده ب20 ريال الكيلو، بس تحفة جدا. هنعمل بقى اللي هي الضفيرة ديت أو القلوب بشكل لذيذ كده، بتخلي التورته بتروح في عالم تاني بصراحه، شكلها حلو قوي. ولو لسه مكمله معايا الفيديو اعملي لايك للفيديو بقى، وقولي لي ايه رايك في التورته اللي انا عاملاها و... ودعوه حلوه منك بقى ان شاء الله، ربنا يتقبل مني ومنكم يا رب. هنا كده بقى كان عندي كام فراولايه كده لسه باقيين من طبق الفراوله اللي انا جايباه من العصير. عملنا كده ايه، يعني حبيت ان انا الفراوله اصلا ما كانتش حمرا قوي، فجبت برضو شوية جيلو او جيلي، وبعدين حطيت الفراولة فيه كده ايه تدي لون، بس برضو عملت لون كتير قوي، فاهمين؟
طبعا التزيين ده شيء يرجع لك. ممكن على فكرة في النص كده كنت تكتبي مثلا لو هو عيد ميلاد هتكتبي بالحروف كده في النص، بس هو طبعا مش عيد ميلاد ولا حاجة، انا عاملاها كده من غير مناسبة، يعني اي مناسبة، مناسبة الاهلي، اي مناسبة يعني، مش مناسبة حاجة معينة. هنا كده هنعمل دريبات صغيرة بالكريمة اللي انا عملتها على الوش دي، اتبقى منها شوية، فقلت هعمل بقى ايه، نحزم التورتة كده من تحت. ما شاء الله جميلة جدا. بس ايه، آه التب اللي انا استعملته تحت ده اللي هو حجمه صغير جدا، مش عايزة اعمل اللي هي الدربات الكبيرة دي، او الروزتات الكبيره دي، انا عايزاه اللي هي الحجم الصغير اللي انتوا شايفينه ده. وبكده تكون التورته بتاعتنا خلصت. هنسيبها بقى في التلاجة. الافضل ان انت تسيبي التورته في التلاجة بعد ما تجلسيها وتظبطيها كده، سيبيها ليله كامله في التلاجة تشرب من الكريمه بقى وكده، يبقى طعمها احلى. انا سبتها فعلا. وطبعا الاسبونج برضو لما تعمليه تسيبيه ليله كامله، ما تستعمليهوش الا بعد مرور 4 ساعات على الاقل او ليله كامله. انا سبته ليله كامله بصراحه. وتاني يوم زينت التورته، وتالت يوم بقى اكلناها بصراحه يعني للامانه. وانتي بتقطعي التورته لازم تحطي السكينه في ميه سخنه علشان ما تبهدليش التورته وانتي بتقطعيها ولا تبوظي شكلها في النهايه. لازم تكون السكينه سخنه وعشان تعرفي تقطعيها بكل سهوله. هنا بقى كده قطعنا التورته الجميله بتاعتنا. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا والله العظيم، بأمانة بأمانة من أجمل وأحلى التورت اللي أنا عملتها. السبونج هايش جدا، خفيف جدا جدا، حلو قوي، وطعمه زي الجاهز بالظبط، ويمكن أحلى وأحلى. الصوص الفراولة أو الجيل الفراولة اللي احنا عملناه عاطي برضو طعم حلو جدا للكيك بتاعي أو السبونج بتاعي. التزيين طبعا يرجع لك، واتمنى يكون الفيديو عجبك. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وقولي لي رأيك بكل صراحة في التعليقات. ولو محتاجين حاجات معينة يا بنات اكتبوا لي، وان شاء الله ان شاء الله مش ناسية البنات اللي بيطلبوا ان انا اصور فلوجات بره، ان شاء الله بإذن الله قريب جدا. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.